أهلا وسهلا بكم. اليوم حنرسم هذه اللوحة الجميلة. شايفين هذا الشباك؟ هيجي كان بالبداية وقررت أن أخطط هذه الرسمة البسيطة. راح نبدأ بمرحلة التلوين. التلوين كان تحدي جدا كبير لأن الزجاج مثبت وبطريقة عمودية، فالصعوبات اللي ممكن تواجه المبتدئين كثيرة، لكن هذا الأسلوب اللي استعملته تخليك تقدرين ترسمين على الزجاج وهو مثبت بالجدار. ضربات الفرشة هذا اللي أنصحكم به، وسويت أكثر من طبقة للون نفسه. صارت الرسمة كأنها ثلاثية الأبعاد، جميلة جدا. كملت البحر وكملت الطفلة وبلشت بيوم جديد وبالسماء. هنا راح استعمل أسلوب ثاني للفرشة. مثل ما تشوفون حاولت أبني طبقات من نفس اللون وأمشي بالفرشة بشكل مستقيم، وبعد ما تنشف شوي أنزل عليها ضربات بالفرشة مختلفة. فهذا الإفكت اللي حاولت أنفذه على جهة السماء، هذه الضربات اللي أقصدها. هذا الشيء يساعد جدا بخلق اللوحة وخلق عدة درجات من لون الأزرق، يعني حتشوفوا جهة فاتحة وحتشوفوا جهة غامقة. وبهالشكل تقريبا تخلص ويانا السماء وتبقى عندنا الطائرة الورقية. الطائرة الورقية راح أبدأ بيها وبتنفيذها الآن أمامكم باللون الأصفر. بالنسبة لتلوين الطائرة استعملت فرشاة أصغر حسب المساحة، عندك مساحة كبيرة استعملي فرشاة كبيرة والعكس، ومشيت بالألوان بطريقة الخط المستقيم، فمشيت بخطوط مستقيمة منطقة بعد منطقة، وحاولت ألون المساحة كلها. ولو تشوفون ما أحلاها، صدقوني ما أشعر إنه التصوير دا ينطيها حقها. لوحة جميلة جدا، وهذا السايد الثاني أو الجهة الثانية من نفس اللوحة. أتمنى أن تنال إعجابكم، وأهلا وسهلا بكم، وشكرا لمتابعة قناتي.